بسم الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم، صباح الخير ولا مساء الخير. اليوم إن شاء الله اقترحت عليكم هذه الوصفة اللي هي وصفة شرائح الدجاج المحشية بالجبن وباتي دو فولاي. فوالا وتبقى قضية أذواق، كل واحد يحشي بواش يحب. نجمو نحشيوها أوسي بلور فيوند هاشي ولا بالبولي هاشي والجبن أكيد، وتبقى قضية اختيار. فوالا شوفوا، هي وصفة تجي كما يقولون شمخة حتى للقلب بالفرماج، باسكو الفرماج في الآخر فيها يذوب. يعني فريمون وصفة رائعة. أنا بريزونتيتها بشوية فخيت وشوية سلاطة. فوالا أولا يعني نقول لكم قبل ما تشوفوا الوصفة، فضلا وليس أمرا، يعني الاشتراك في القناة إذا عجبتكم أكيد، وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وما تنسونيش بالجيم والكومنتير والبارطاج انتر فو. الوغ اون باس للوصفة تاعنا. وشوف فيها، الوغ فيها عندي دي زيسكالوب تاع صدر تاع دجاج. ممكن نديرو لي زيسكالوب تاع الداند. فوالا عندي كالكو ترونش تاع باتي دو فولاي، ممكن تعوضوها بهذاك الدجاج المدخن. انا ما عنديش، درت غير باتي دو فولاي. عندي جبن طري، عندي قليل من المطارد. هذا وش فيها. بالنسبه للتوابل عندي فلفل اسود، وعندي شويه كركم، انا نحب الكركم. قليل من الملح، وعندي سنينات توم. اللي عنده توم بودره يدير توم بودره خير، انا ما عنديش، عندي غير هذا، درت هذا سنينات رابيتهم. فوالا الوغ في الصحن نتاعي صحن شويه كبير، حطيت هذاك الموتارد، وحطيت قليل من الثوم يعني اللي كنت برشته، يعني حكيته كامل وحطيته. فوالا وزدت معاه هذوك التوابل اللي هما قلنا الكركم، فلفل اسود، وقليل من الملح. وتبقى قضيه اذواق، اللي يحب يدير كشتاب اللي يحبوا هكذا باغ يزيد زنجبيل ولا عادي. انا قلت لكم برك يعني هي نورمالمون ندير بالثوم بودره، انا ما درتش الثوم بودره، ما عنديش. فوالا عندي غير الثوم خضر رابيتو. فوالا خلطت هذوك مع الموتارد، وبديت ليسكالوب تاعي كان شويه خشين. بديت نفتح شاك اسكالوب نفتحها على 2. اللي يحب يضربو قليل بالمطرقه كما احنا نقولوا يرقق هذاك الاسكالوب عادي. انايا كان على الاسكالوب تاعي خشين، حليته غير بالسكين. فوالا وحطيته في هذيك التتبيله باش يتشرب مليح. هذه العمليه كي نديروها نخليوها تقعد شويه كما احنا نقولوا دجاج باش يتشرب ويجينا بنين. فوالا انا نحك له كيما حنا نقولوا نحك هذاك الاخر، هذوك التوابل نحكهم في الدجاج بيدي باش تتشرب. فوالا في الصحن اللي نطيب فيه دهنته شويه بالزبده، ولا نديرو زيت عادي. حطيت لي سكالوب تاعي حليتها بيان سور، وحطيت فيها هذوك شرائح الدجاج المدخن، ودرت فيها قليل من الجبن. فوالا وعاودت غطيتها بالسكالوب بنفس كيما حنا نقولوا بنفس السكالوب، باسكو السكالوب حليتها درتها عريضه. فوالا هاوليك قلنا نديرو شويه شرائح تاع هذاك الدجاج المدخن، وقليل من الجبن، ونعاود نغلق عليها بالجزء الثاني تاع الدجاج، يعني شريحة الدجاج. فوالا نحطهم اكوتي. عمرت المول تاعي، كملت هذوك الشرائح. فوالا بديت باش ندير مشيت بيشاميل. الوغ في بيشاميل تاعي واش لازم لي ملعقة زبدة، وملعقة فارينة طحين، وعندي كأس حليب. هذا واش فيها فلفل اسود، وفيها قليل من الفلفل الاسود وقليل من الملح. فوالا حطيت الملعقه تاعي تاع الزبده ولا المارغرين عفوا، يعني انا درت استعملت المارغرين حطيتها في الكاسرونه تاعي تذوب حتى نسناها حتى تذوب بيان. ومن بعديك باش نزيد لها هذيك الطحين والحليب باش نتحصل على كريمه البيشاميل. بيان سور في الاخير اكيد راح نزيد لها الجبن اكيد. وهنا نعاود نفكركم نقول لكم اللي مازال ما حطتش الجام تروح تحط هذاك الجام وتكمل بالكومونتير. فوالا بيان سور اذا عجبتكم الوصفه اكيد. فوالا الوغ في كي ذابت الزبده ديالي حطيت لها هذيك الملعقه تاع الفرينه، وبقيت نخلط حتى هذيك الزبده تتشرب هذيك الطحين. فوالا نعاود نردها على لو فو، نخلط حتى يبدا كيما حنا نقولوا ياخذ ان كولور، يولي شويه ماغون. باش نبدا ندير الحليب كيما حنا نقولوا جبدناه من الثلاجه ولا عادي جدا ولا طايب ولا عادي. فوالا نبقى نخلط
نخلّط حتى تتشرب، نعاود نحطها على الفرن تتشرب كامل تولي comme une pâte، ونعاود نكمّل لها الحليب، يعني الحليب نديروه على عدة أجزاء، ما نديروهش على خطرة على من الأول كيما حنا نقولوا ياك، نديروه على عدة دفعات باش يجينا باش لا بيشاميل تاعنا تجينا بنينة. فوالا هذه هي. فوالا ونبقى نخلّط، من الأحسن أننا نستعملوا ملعقة تاع خشب، نخلّطها حتى نتحصل فوالا على العجينة، على عفوًا على ال البيشاميل هذه، الكريمة هذه فوالا زدت لها أنا الشرائح نتاع هذاك الجبن، سلايز هاذوك الشرائح تاع الهامبرغر، فوالا درت 3 شرائح، فوالا حتى كيما حنا نقولوا تذوب هذيك الجبن داخل الكريمة، فوالا وزدت حطيت كيما حنا نقولوا في شاك اسكالوب اللي كنت فرصيتها حطيت شريحة نتاع جبن، فوالا يعني هذه اختيارية ياك، اللي يحب يديرها اللي يحب ما يديرهاش عادي، باسكو أصلًا الكريمة راهي فيها الجبن، فوالا حطيت الكريمة هاذيك حطيتها فوق الإسكالوب فوالا، ودرتهم في الفوغ يطيبوا لي من تحت، شعلت عليهم من تحت في أقصى ماشي في أقصى درجة، في 200 درجة حوالي 20 دقيقة، ومن بعدك زدت كملت ربع ساعة من الفوق، شعلت لهم لو فو من الفوق وخليتهم يحمروا، فوالا يعني داو لي حوالي 40 هكذا، هنا كان عندها حوالي 20 دقيقة. فوالا هذه هي لو بلا تاعي، هاو طايب هنا يعني فريمون يجي لذيذ جدا، هذاك الجبن يذوب في الكريمة هذيك تبقى سائلة، يبقى الاسكالوب تاعي طري هشيش فريمون، لذيذ لذيذ جدا، يعني انا نديرها سوفون. فوالا وننصحكم بها، انا قلت لكم قدمتها مع قليل من الفريت، بطاطا مقلية وقليل من السلطة، وتبقى قضية أذواق، اللي يحب يزيد معاها أي شيء ممكن حتى نديرو معاها لي بات، ولا نديرو معاها الروز ولا، فوالا هاي لي كيفاش تجي، هاي ليك هذيك الكريمة كيفاش تجي سائلة، تجي لذيذة جدا، تجي أكيد لذيذة باسكو فيها معمرة بالجبن وكامل، فوالا أنا حطيتها تو سامبلومون شوية دي فريت وقلت لكم شوية سلطة، هذه هي. نتمنى لكم فرجة ممتعة ومشاهدة ممتعة كما يقولوا، وإن شاء الله ما تنسونيش بالدعم، ونقول لكم إلى لقاء قادم، نقول لكم سلام عليكم، سلام.